باش نفهموا مزيان القصه ديال سام خاصنا نعرفوا الماضي والحاضر والمستقبل ديال الذكاء الاصطناعي وندخلوا شويه في العقل المعقد ديالو. سام تزاد في 1985 واللي في شكل هو ان هذا التاريخ هو نفس نهار ميلاد العالم روبرت اوبنهايمر اللي اخترع القنبله النوويه. وسام كان مع باقره جامعه ستانفورد، ولكن في سنه 2005 قرر يخرج منها باش يبدا المشروع ديالو الخاص اللي كان واحد التطبيق سميتو لوبت. من بعد 5 سنين بعد داك التطبيق ب 45 مليون دولار ولا مليونير وفي العمر ديالو 26 عام. ومن تما بدات الحياه ديالو كتبدل. من بعد تعرف على فلسفه جديده سميتها الاثار الفعال، وهي واحد الفكره كتقول بلي الانسان ما خصوش يتبرع غير بالفلوس ولكن يستثمر الفلوس ديالو في مشاريع صغيره والارباح اللي كتجي منها تمشي للجمعيات باش يستمر الخير على المدى الطويل. وسام عجبته هذه الفكره بزاف، وفي 2011 دخل يخدم في شركه واي كومبينيتور، وهي شركه كتعاون الناس اللي عندهم افكار مشاريع صغيره وكتوفر لهم الدعم والمستثمرين، ولكن مقابل نسبه من الارباح اللي كتمشي للاعمال الخيريه. سام دار بزاف ديال الاستثمارات الناجحه، اير بي ان بي، ريديت، دروب بوكس وتويتش. وفي سنه 2014 ولا المدير التنفيذي ديال واي كومبينيتور وبقى كيسيرها حتى لدابا. في 2015 كانت هذه الشركه استثمرات في اكثر من 1000 شركه، وهذا الشيء خلاه سام يدخل في مجله فوربس ضمن قائمه 30 تحت 30، يعني 30 شخص ناجح في العالم تحت السن 30 عام. ومن تما بدا سام كيبني علاقات مع كبار رجال الاعمال، ولات السمعه ديالو كتنتشر بزاف وكان كيدير خطابات واجتماعات. والموضوع اللي كان كيعجبو يهضر عليه هو الذكاء الاصطناعي. هذه الحلقه الثالثه من قصه شات جي بي تي. الحلقات الاخرى غادي تلقاوهم في اول كومنتير.